تخيل معايا يا صديقي انك تكون في عالم الشياطين قتلت كل الصيادين اللي فيه، وبسبب ده البشر بدأوا يعبدوا المال وكل ما يشبع شهواتهم. لو مش بس كده، ده كمان بدأوا يستخدموا القوة السحرية المحرمة باندفاع وبدون اي تفكير، ولذلك فهم جنوا ما صنعوا بأيديهم. ومع الوقت تحول البشر المتفاخرين بقوتهم لعبيد. فيا ترى ايه اللي هيحصل لهم بعد كده، وايه هو دورنا في الحكاية دي كلها؟ كل ده هنعرفه دلوقتي، بس عاوزك تنزل تعمل لايك وتشترك في القناة بأسرع وقت ممكن، وما تنساش تصلي معايا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. بتبدأ حكايتنا مع بطل بيصارع بكل قوته ضد شيطان ضخم جدا، ورغم المعاناة اللي البطل غارق فيها إلا إنه بيهاجم الشيطان بكل ما يملك من قوة. وعلى الرغم من قتاله المدمر مع الشيطان، إلا إنه فجأة بيحصل انفجار في المكان والبطل بيفقد حياته. طبعا كل المشاهد اللي حكيناها من شوية دي ما كانتش حقيقية، وإنما كانت في الواقع مجرد احداث بداخل لعبه. بنروح بقى لبطلنا الحقيقي كيم اللي كان بيتحكم في البطل في قلب اللعبه، واللي بنكتشف ان هو طالب جامعي عنده 22 سنه، وبعد خسارته بيكون متعصب جدا وعلى وشك ان هو يكسر التليفون بتاعه. والصدمه الاسوأ من كده ان اللعبه اساسا بتستهزأ بيه وبتتريق عليه، لان هو بيلعب اللعبه مجانا وما بيدفعش فيها فلوس ولا بيشتري سكنات ولا اي حاجه. المهم بنكتشف ان الشيطان اللي في اللعبه ده هو لاعب تاني، وكمان اللاعب ده بيفضل يستهزأ ببطلنا. طبعا بطلنا كيم ما بيسكتش وبيكون لسه هيرد عليه، ولكن الشيطان بيقضي عليه حرفيا. بطلنا كيم اللي كان ماشي في وسط الشارع وهو متعصب بينفجر مرة واحدة من الغضب، وبيفضل يصيح وبيشتم في اللعبة، وده لانه فضل اكتر من 10,000 ساعة بيلعب اللعبة دي، ولكن في النهاية بيخسر من مجرد لاعب بيشحن بفلوس. في النهاية بعد ما بطلنا بيلاحظ ان شكله بقى وحش قوي، بيلم نفسه وبيقول خلاص هي اللعبة بايظة وانا كده كده خسرت وقتي، وفي الاول وفي الاخر مش مباراة واحدة هي اللي هتقضي على مسيرتي الاحترافية. بيقرر بطلنا ان هو ينهي المهمات اليومية، وبعد كده هيروح يخلص الواجبات بتاعته. في وسط الاحداث دي كلها بيجيله صندوق مجاني، وعلشان بطلنا شخص فضولي زي حالاتي كده بيفتحه بدون تفكير. في الوقت ده بطلنا بيكون مستني اشارة المرور، والمفاجأة ان هو بيكتشف ان الصندوق المجاني ده صندوق بلاتيني نادر جدا، وبطلنا ما بيكونش مصدق نفسه ولا اللي هو شايفه، وده لانه ظهر له في الصندوق شخصية الشيطان السماوي اللي من ثواني معدودة خسرته في المباراة مع شخصيته المجانية الضعيفة. بطلنا بيفضل باصص في التليفون لنص ساعة وهو مش مصدق عينيه، وده لان فرصة الحصول على الشخصية دي من السحب المجاني تكاد تكون معدومة. بعدها بطلنا بيكون في قمة السعادة وبيفضل يرقص في الشارع زي المجانين، واللعبة اللي كان لسه بيشتم فيها من شوية بيقول ان هي افضل لعبة في العالم. بيرجع تاني اللعبة وبيقرر ان هو يرفع شخصية الشيطان السماوي لاكبر قدر ممكن، وبما انه يقدر يرفع شخصيته الجديدة عن طريق المهام ونقاط الخبرة، إلا إنه بيقرر إنه يسلك طريق مختصر، وبيستخدم نقط الخبرة بتاعت شخصياته الضعيفة اللي لعب فيها من بداية اللعبة، وبيضيفها لشخصيته الأسطورية الجديدة. وأثناء ما هو سعيد بالفرصة المجنونة اللي حصل عليها، بطلنا بيعدي الشارع وهو مش واخد باله، والمفاجأة إن في عربية بتكون ماشية بسرعة جنونية وهتخبط في بطلنا ما بيلحقش ياخد اي رد فعل. بعدها بيفتح عينيه وبيلاقي نفسه في المستشفى، وللاسف ما بيكونش فاكر اي حاجه من اللي حصلت له، بس مره واحده بيجيله صداع شديد جدا وبيفتكر الحادث اللي وقع فيه. في الوقت ده الممرضه بتدخل عليه وبتقول له اهلا بيك يا عم المحارب كيم، انت اخيرا صحيت. كيم بيقول له نفسه محارب ايه وبتاع ايه، هو انا دخلت المستشفى ولا رحت لعالم تاني؟ واثناء ما الممرضه بتكون هتنادي على الطبيب، كيم بيبص في اللوحه بتاعته وبيلاقي برضه ان مكتوب اسمه المحارب كيم، فدماغه بتعمل ايرو كده وما بيكونش عارف ايه الغلطه دي وايه السبب في حدوثها. بيتنهد كده وبيقعد على السرير بتاعه وبيقول انا بدأت احس بالذنب لاني استخدمت المحارب كيم القديم بتاعي كنقاط خبرة للشيطان السماوي، بس مهما يكن مستحيل انتقل لشخصية المحارب كيم اللي في اللعبة. وبدون ما ياخد باله المعلم كيم بيحط رجله المكسورة على الارض، وفي لمح البصر بيشعر بألم مرعب في كل جسمه لدرجة ان صراخه بيملى المستشفى بالكامل، ومن كمية الصراخ بتاعته الممرضة بتجري عليه وبتقول له ما ينفعش تتحرك دلوقتي. الواد كيم برضه ما بيسكتش وبيفضل يصرخ من كمية الألم اللي بيشعر بيها. بيوصل الدكتور اللي بيقول له ان هو عمل حادثة مع عربية، والحمد لله انه قدر ينجو بحياته ولكن مع بعض الاصابات الطفيفه. الواد كيم بيكون لسه ماسك في رجله وبيصرخ وبيقول له انت بتقول ايه يا عم الحاج؟ الدكتور بيعرفه ان هو كمان لازم يعمل بعض الفحوصات والتحاليل، واللي منها التصوير بالرنين المغناطيسي واختبار الرؤيه السحريه. كيم بيتفاجئ وبيقول رؤيه سحريه ايه؟ انتوا جايبيني من المستشفى تعالجوني ولا دخلتوني مستشفى المجانين؟ وللحظات معدوده بيستوعب مع نفسه ان هما بينادوا له بالمحارب كيم وبيتكلموا عن قوى سحريه غريبه، وعلشان كده مفيش داعي ان هو يكون مذهول من اي حاجه يقولوها.
ولما بيوصل لغرفة الاستقبال وبيشوف فاتورة المستشفى واللي معاها فاتورة الفحوصات والتحاليل اللي هو عملها، بيكون الواد هيموت من الصدمة، لان المبلغ بيكون حوالي 22 عملة كورية وشوية فكة كده. الواد وشه بيقلب لفيلم رعب لانه فضل 4 ايام بس وعاوزين ياخدوا منه 22 مليون. الممرضة بكل هدوء وبابتسامة باردة بتقول له ان انت ما عندكش اي تأمين ولازم تدفع المبلغ كله بنفسك. كيم بيقول لها ازاي يعني ما عنديش اي تأمين؟ ده اي واحد كوري ماشي في الشارع عنده تأمين صحي وطني. الموظفة ما يكونش فاهمة اي حاجة وبتقول له تأمين صحي وطني ايه؟ انت ما عندكش تأمين فيلق او تأمين برج السحر. في اللحظة دي كيم بيتعصب وما بيقدرش يمسك نفسه، بيقول لها فايلك ايه وبرج سحري ايه؟ في نفس الوقت بيدرك مع نفسه ان هو سمع المصطلحات دي قبل كده وبيحاول يفتكر سمعها فين، وبالفعل بيفتكر شوية مصطلحات كده واللي هي الفايلك وميجا كروب وبرج السحر والنظام الاسطوري. كمان بيفتكر ان هم دول الفصائل الاربعة اللي بتهيمن على مدينة سيول. المشكلة ان هي دي اعدادات لعبة اركين سيول اللي كان بيلعبها قبل ما يعمل الحادثة، وبنكتشف ان في اللعبة دي مع اجتياح الوحوش لمدن البشر قدروا يطوروا من قوتهم السحرية بشكل كبير جدا، ولكن ده ما يمنعش ان الارض كانت مليانه باعداد لا نهائيه من الوحوش، وعلشان كده البشر اضطروا ان هم يعدلوا اجسادهم من اجل البقاء. كيم اول ما بيدرك حجم الكارثه اللي هو فيها بيقول يا ليت امي لم تلدني، وده لان عالم اللعبه اللي هو انتقل فيه من الصعب انك تحافظ فيه على حياتك، وطبعا بيكون هيجيله جلطه من الوضع اللي هو فيه. واثناء ما هو ماشي في الشارع بيفضل يندب حاله وبيقول انا كنت فرحان لان انا حصلت على شخصيه الشيطان السماوي، ولكني ما كنتش متخيل ان انا هبقى شخصيه في قلب اللعبه. المهم بعد ما بيوصل لغرفته في اللعبه بتكون اصغر من صندوق الزباله او حالتها ما يعلم بيها الا ربنا. كيم اللي مفيش في ايده اي حاجه يعملها بيقعد على السرير وهو فاقد الشغف، وده لان جسده متكسر ومعهوش ولا ربع جنيه في جيبه، وبيفضل يفكر في اللي ممكن يحصل له بعد ما دخل لعالم اللعبه، وده لان قريب جدا في قلب اللعبه هتحصل معارك وحروب جباره واللي قوتها بتتخطى الانفجارات النوويه، ده غير الوحوش اللي هيغزوا الارض وهيخلوها كالجحيم. وبطلنا الكحيان ما بيكونش عارف هيعمل ايه وسط كل ده، بس الحاجه الوحيده اللي هو كان عارفها ان هو لو ما اتحركش دلوقتي فهو هيفقد حياته. ومره واحده بتيجي في دماغه فكره مجنونه وبيمسك القلم بتاعه وبيكون عاوز يضرب نفسه، ورغم التوتر والرعب اللي بيسيطروا عليه الا انه بيقرر ينفذ فكرته، وبالفعل بيضرب ايده بالقلم بكل قوه، ومع ان ايده بيكون فيها ثقب ضخم جدا الا ان هو سرعان ما بيشفى تلقائيا. بطلنا بيكون سعيد ومتفاجئ في نفس الوقت. في نفس اللحظه بيظهر النظام اللي بيقول له ان هو اكتسب مهاره الشفاء من الجروح، وبنعرف ان سبب تطوير كيم للمحارب المجاني في اللعبه دي لان المحارب ده يعتبر شخصيه تعليميه ويقدر يختار المهارات اللي تعجبه ويشكلها على مزاجه، ومش بس كده ده يقدر كمان يبدل المهارات دي وقت ما يحب، وبكده فهو يقدر يطور شخصيه المحارب كيم اكتر من اي شخصيه تانية. وبما انه عيل كحيان وما بيلعبش باي استراتيجيه حربيه فدي افضل شخصيه ممكن يلعب بيها. اول لما بطلنا بيتاكد ان هو بقى شخصيه المحارب كيم في قلب اللعبه بيسيطر عليه جنون العظمه، وبيقول ان هو يقدر يحصل على اي مهاره يتخيلها، وبيقول على الرغم من ان عالم اللعبه كان قاسي جدا الا انه نجح في تطوير شخصيته الضعيفه والفقيره في قلب اللعبه. ودلوقتي فالدور جه عليه علشان يعمل كده في نفسه. بيستعد بطلنا وبيفتكر ذكرياته من التصنيف الصفر لوصوله للمصنف التاسع. بيخرج بطلنا اللي سيطر عليه جنون العظمه وهو متحمس جدا علشان يستخدم شخصيته الجديده. بعدها بيروح لمكتب شؤون اللاعبين، وهناك في راجل بيقول له انا اول مره اشوفك في مكتب الشؤون بتاعنا يا معلم. فكيم بيقول له فعلا انا اول مره اجي وانا عاوز انضم لاعمال تنقيه المانا. في الوقت ده كيم بيفكر ان هو لازم يجمع اي اموال في اللعبه وانه ما يملكش غير جسده ولازم يستخدمه على قد ما يقدر. في اللحظه دي الراجل بيتنمر عليه وبيرفع رجله على المكتب وبيقول له ان العمليه اسمها تنقيه المانا فعلا، ولكن هل انت عارف ايه هي الشروط اللي هتستخدمها علشان تصفي الزنازن والدهاليز؟ في الوقت ده بنكتشف ان الراجل ده هو مدير شؤون اللاعبين واسمه تشوي. اما بطلنا فبيقول له بتوتر ان هو عارف الشروط اساسا. المدير بيبص الاوراق بتاعته وبيضحك وبيقول له ايه ده يا ابني، ده انت اصلا سجل الاعمال بتاعك فاضي وما فيهوش ولا اي مهمه. كيم بيقول والله انا عارف ان الشغل ده هيجيب لي اكتئاب وهيدمرني نفسيا ومعنويا وكل حاجة، ومن الواضح كده ان هو داخل على ايام لا فيها راحة ولا بالراحة. وبنكتشف مع بعض ان المانا الملوثة هي اساسا سبب سيطرة الوحوش على مدينة سيول، وان عملية تصفية الدهاليز هي عبارة عن تنظيف النفايات اللي بينبعث منها كم هائل من المانا الملوثة. وبنشوف مع بعض وبنعرف ان التعرض الدائم للمانا الملوثة ممكن يؤدي للموت، او على العكس تماما ممكن يؤدي الى طفرات تحول البشر لوحوش، وده اللي بيخلي العمل ده صعب جدا. المدير بعدها بيقول له مفيش مشاكل، نعينك في الفريق بما اننا محتاجين عمال معانا.
فكيم بيقول له طب انا شاكر ليك يا معلم. المدير تشوي بيبص له كده بنظرات مرعبه وبيقول له يا ابني انت واثق انك عاوز تشتغل الشغل ده؟ لما كيم ما بيردش عليه بيقول له خلي بالك انا شفت ناس كتير زيك بيدخلوا المكان علشان هم عاوزين اموال مش اكتر، ولكنهم بيعودوا كاجساد خاويه بدون روح. في تلك اللحظة بطلنا بيجن جنونه وبيضحك بابتسامة غريبة وبيقول للمدير يا عم ما تقلقش انا في الغالب اصلا هشتغل احسن منك. وقت ما المدير ما بيلحقش يتفاجئ بكلام كيم بنشوف وش كيم اللي بيحاول يكتم ضحكته الشريرة، وده لانه عنده خبرة كبيرة جدا بما انه لعب اكتر من 10,000 ساعة وشكله كده ناوي يدمر اللعبة تماما. بننتقل للفريق وهناك قائد الفريق بيتكلم معاه وبيقول له انت المبتدئ اللي هتنضم لنا؟ فكيم بدون اي مبالاه بيقول له ايوه حبيبي انا المبتدئ اللي هنضم للفريق بتاعكم. قائد الفريق بيتعصب مره واحده وبيمسك في كيم وبيقول له انت مفكر الدهاليز مكان للعب ولا ايه؟ من الواضح في وشك كده انك مش جاي علشان تشتغل وانك مش عارف مخاطر الشغلانه بتاعتنا. بيكمل القائد كلامه وعروق على وشك الانفجار من الغضب وبيقول له الاحسن ليك ان انت ما تترجانيش علشان انقذك لما تتحول، وخلي بالك لان انا لو شفت عليك اي علامات للتحول فانا هدمرك تماما. في وشه كيم بيبقى واقف وبيقول له بكل برود ما تقلقش انا هخلي بالي، وبيقول ان الاحداث بتحصل زي ما كان في اللعبه لان فعليا قائد الفريق ده كان بيحاول يخوف المبتدئين اللي بينضموا لفريقه. بس الشيء اللي بيخلي كيم مندهش ان في شخصيه من الفئه ار موجوده في الفريق، والشخصيه اللي بيتكلم عنها دي هي شخصيه القائد اللي اسمها الغزال. لحسن الحظ بيقاطعهم واحد من الفريق وبيوقف القائد وبيقول له انت بتعمل ايه؟ ما تخوفش حد لاننا محتاجين عمال معانا في الفريق. وبنعرف ان الشخص ده عضو في الفريق ومهمته هي تنظيف الدهاليز وعنده خبره 5 سنين بحالهم. وبنعرف ان شخصيه العضو ده هي القنفذ. قائد الفريق اخيرا بيسيب كيم وبيقول له يا عم ده مبتدئ يا ريت بس يقدر يساعدنا، ومن شكله كده فمن الواضح ان هو هيكون مجرد مصدر للازعاج. بيروح القائد لباقي الفريق وبيعرفهم انه قدامهم بالظبط 4 ايام علشان ينظفوا 5 اماكن ملوثه، وعلشان كده فهم لازم يتحركوا بسرعه. كيم بيكون متضايق بسبب كلام القائد وتصرفاته معاه وبيقول ان هو اشد قسوه مما كان عليه في اللعبه. في اللحظه دي بيتدخل القنفذ وبيقول للكيم ما تتضايقش منه لانه يبان عليه شرير بس هو من جوه قلبه طيب جدا. فكيم بيقول له مفيش مشاكل وبيعدي الموضوع. بالفعل بيروحوا عند المكان اللي المفروض ان هم هينضفوه وهناك بيكون في ريحه سيئه جدا ولا تطاق، لكن رغم كل ده القائد بيقول لهم استعدوا وبيفتح باب الدهليز، واول ما بيفتح البوابه بتنهمر عليهم مجموعه ضخمه من النفايات. والمفاجأة الأكبر إن بيكون معاها مجموعة من الوحوش بتشبه السلايم، وبنعرف إنهم وحوش رتبتهم قليلة جدا واسمهم الوحل الملوث، وإنهم أساس عملية تنظيف المانا الملوثة. وعلى الرغم من إن الوحوش دي بتكون ضعيفة جدا في الهجوم إلا إنهم بيكونوا مرهقين جدا، وده بسبب إن رغم مهاجمتك ليهم إلا إنهم ما بيموتوش، بل بالعكس أعدادهم ممكن تزيد أكتر، وإنهم في الحقيقة مش هيموتوا غير لما تحطم نواة المانا اللي في جسدهم. بنرجع لفريق تنظيف الدهاليز واللي بيكونوا في حالة يرثى لها، والوحوش بتكون على وشك القضاء عليهم واصابتهم بالتلوث. ولكن في اللحظه دي بيتدخل بطلنا كيم وبيتحرك ناحيه الوحوش بسرعه جنونيه. بيطلب كيم من باقي الفريق ان هم يتراجعوا باكبر سرعه ممكنه. بيقفز كيم بدون انتظار وبيوجه سلاحه ناحيه الوحوش واللي معاهم اصدقائه، وبيقول له اصدقاء ان هو مش هيتحمل مسؤوليه اللي هيحصل لهم طالما ما بعدوش عن الوحوش. وبينقض كيم على الوحش بقوه جنونيه وبينجح في تحطيم النواه بتاعته. بس الوحش اللي كيم هجم عليه كان قريب جدا من واحد من اعضاء الفريق، وبسبب الرعب اللي بيشعر بيه الواد ده حياته بتتحول لجحيم وبيغمى عليه. بنرجع لبطلنا كيم اللي بيبتسم ابتسامه مرعبه اكتر من ابتسامه الاشرار نفسهم، وبيقول لهم يلا بينا نسخن علشان نقضي على التلوث. بعدها وفي لمح البصر بيتحرك بطلنا كيم بسرعه جنونيه وبيهجم على الوحوش واحد ورا التاني بكل فخامه، والعظمه في الموضوع ان هو بيقدر يحطم انويتهم من اول ضربه. وكيم بكل حماس بيفضل يهاجم في الوحوش مجموعه ورا التانيه. اما باقي الفريق حتى القائد اللي كان بيتريق على كيم فبيكونوا مذهولين من قوه كيم وخبرته اللانهائيه، وما بيكونوش مصدقين ان هو بيقضي على وحوش التلوث من اول ضربه. على الجانب الثاني كيم بيكون بيهاجم وحش ضخم من وحوش التلوث، والشيء المثير للسخريه والرعب في نفس الوقت ان كيم مستمتع بوقته جدا. تعالوا بينا نرجع يومين للماضي. وقتها بنشوف كيم بيزحف على الارض وبيدور على حاجه زي المجانين. المشكله ان هو بيعمل كل ده وسط الملاهي بتاع الاطفال. في الوقت ده في ام وابنها بيشوفوا كيم واللي بيعمله، ولما الواد بيشاور على كيم وبيقول ان هو بيعمل حاجات غريبه امه بتقول له ما تبصش عليه يا ابني ده شكله مجنون وهيضايقنا. اما كيم فبيكون بيبحث عن الحاجه دي وشاغل تفكيره ان هو يلاقيها وبيفكر فيها بكل شغف. مره واحده كيم بيلاحظ حاجه وبنكتشف ان هو في الاخر كان بيدور على عمله، ولما بيمسكها بيكتسب مهاره جديده
وهي صيد الكنوز. كيم بيكون شويه وهيطير من الفرحه لانه هو حصل على مهاره مهمه جدا، ووسط ما هو عمال يرقص يمين وشمال الام بتغطي عين ابنها وبتقول له اوعى تتفرج على الحاجات دي، وبنفهم ان بسبب خبره كيم في اللعبه فهو قرر يحصل على المهارات قبل ما يدخل المهمه. بعدها بنشوف كيم في مكبل النفايات وما بيقدرش يمسك نفسه من كميه القرف اللي هو فيها. الله يقرفك يا شيخ والله. المهم واخيرا ان هو بيكتسب مهاره مقاومه التلوث، واللي تعتبر بالنسبه لكيم اصعب مهاره نجح في الحصول عليها، وبنكتشف ان كيم يقدر يحصل على 6 مهارات في نفس الوقت، كمان يقدر يبدلهم زي ما هو عاوز وقت ما يحب. اما بالنسبه لمهاره صيد الكنوز اللي بسببها كان عامل زي المجانين، فهي مهاره بتسمح لك بمعرفه نقطه ضعف خصمك. بنرجع بقى لبطلنا اللي بدا يتجنن من كثر العظمه، وده لانه شايف كل انويه الوحوش بسبب مهاره صيد الكنوز. في الوقت ده كيم بينجح في تدمير اكبر وحش من وحوش التلوث، وبسبب قوه كيم المتفجره فالوحش بينفجر وبينتشر في المكان كله لدرجه انه بيغرق باقي اعضاء الفريق. في تلك اللحظه بيظهر بطلنا وهو متبهدل باشلاء الوحش ظهور رايق يسبب حرايق، وجنون العظمه بياخده مره تانية وبيفضل يشكر في نفسه. واثناء ما هو بيعمل رياكشنات وتعابير وشه مخيفه جدا بيقول ان المحارب كيم طلع ليه فايده على عكس اللعبه، وطبعا بسبب مهاره مقاومه التلوث فهو بيكتسب مقاومه ضد المانا الملوثه. بعدها بنشوف كيم وهو في طريقه للرجوع من عمليه التنظيف، وبيكون مرهق ومش قادر ياخد نفسه على الرغم من انه استخدم المهارات اللي تحميه. في تلك اللحظه بيقاطع العزله المأساويه بتاعه بطلنا كيم الانفض وبيشكروا لانهم هيروحوا للمنزل بدري، وده بسبب مساعدته في القضاء على الوحوش. الانفض بيقعد جنبه بيقول له انه مشاهدته وهو بيقضي الوحوش لوحدها كانت اسطوريه جدا. ولما بيفضل يمدح في مهارات بطلنا كيم وقوته، كيم بيتهرب منه وبيقول له ان هو قدر يقتل الوحوش بسبب خبرته في الجيش. واثناء ما هو بيتكلم معاه كيم بيلاحظ ان الطفره بدات تظهر على جسم الانفض، ومن الواضح ان هو اتعرض لكم كبير من المانا الملوثه. فبيقول له يا عم ريح من الشغل ايه ده، انا عندي ان اتحول احسن ما افضل مديون للناس. كيم بيتفاجئ لوهلة، بعدها بيدرك ان السبب اللي خلى الانفض يتحمل الشغل الشاق ده هو ديونه. ومع مرور 4 ايام بنشوف كيم وهو في الشغل بتاعه، وبيكون كل اعضاء الفريق مش قادرين ياخدوا نفسهم على عكس كيم اللي واقف ومش في دماغه اي حاجه. بس سرعان ما بيلاحظ ان باقي الفريق بقى منهك جدا من العمل. وعلى الجانب التاني كيم بيشوف الانفض والمانا المتلوثه بتكون على وشك السيطره عليه، واثناء ما هو بيفكر يساعده بيجي القائد وبيقاطعه وبيقول له من الواضح ان انت لسه بكامل حيويتك، واكيد ده لانك لسه شاب صغير. وبيقول له انا فكرتك زي باقي الشباب مالكش في الشغل، ولكن انت فاجئتني باجتهادك ده. بعدها القائد بيشكر كيم، فكيم بيبتسم كده وبيقول له انه خلص شغله بسبب مساعدة باقي الفريق ليه، بينما هو في نفسه بيقول ان ده بسبب المهارات اللي هو اكتسبها، وان المهارات دي هي اللي خلت العمل المتعب ده سهل جدا. وبيلاحظ كيم برضو ان قائد الفريق هو كمان لسه بكامل حيويته، وبيستنتج ان ده اكيد بسبب تصنيف شخصيته العالي. المفاجأة ان بيقطع كلام كيم صوت صراخ عالي جدا. بننتقل للجانب التاني وبنكتشف ان صوت الصراخ ده جاي من الرجل الانفض، واللي بتكون المانا المتلوثة سيطرت عليه، وباقي الفريق بيكونوا واقفين وبيحاولوا يساعدوه. ولكن الصدمة ان الانفض الطفرة بتظهر عليه بالكامل وجسمه بيبدأ يتحول وبيطلع له اشواك، ومع استمرار الصراخ بيتحرك القائد وبيجري بكل سرعته. اما كيم فبيكون لسه مصدوم واقف مكانه ومش عارف يعمل ايه. بيوصل القائد للانفض وبيحاول يفوقه من اللي هو فيه، ولكن كل ده بدون اي فايدة، لان الانفض خلاص وحشيته بدأت تسيطر عليه. مرة واحدة بيحصل انفجار ضخم في المكان، وبنكتشف ان الانفض خلاص اتحول لوحش نهائيا. بيبدأ الانفض في الصراخ على الشخص الوحيد اللي فضل موجود في المكان بكامل صحته، وللأسف بيكون الشخص المنحوس ده هو بطلنا كيم. في تلك اللحظة بيدرك كيم ان الانفض فقد وعيه وما بقاش بشري زيهم، وانهم مش هيخرجوا من المكان ده احياء الا لو هزموه. ولكن المشكلة ان كل المهارات اللي اكتسبها بطلنا بتساعده على التنظيف وملهاش اي علاقة بالمعارك والقتالات. وبيقول كيم في نفسه من الواضح كده ان انا مهما فكرت وحاولت الا ان نهايتنا هتكون هي الهلاك. في نفس اللحظة الوحش بيهجم بضربة قوية جدا على كيم، ومن شدة الضربة كيم بيطير لأبعد مكان ممكن وبيتصاب بإصابات شديدة. بعد الضربة المدمرة دي كيم بيدرك ان فرق القوة بينه وبين الوحش ده كبير جدا، وانه لو اتضرب مرة تانية منه فممكن يموت. في تلك اللحظة بيظهر النظام وكيم بيكتسب مهارة جديدة وهي قوة التحمل. كيم بيصارع مرة تانية وبيقرر انه هو مش هيستسلم، وانه علشان ينجو بحياته لازم يفكر ازاي يستخدم المهارات اللي بيملكها في القتال. وبالفعل كيم بيقرر انه هو يحذف المهارات اللي هو مش محتاجها، وبيحتفظ بمهارة القوة اللي تعتبر اكتر مهارة هتساعده في الوقت الحالي، ومعاها مهارة قلب المانا اللي هتساعده في السيطرة على المانا بتاعته، واكيد المهارة اللي لسه حاصل عليها حالا وهي قوة التحمل.
بالإضافة لمهارة امتصاص المانا ومهارة التنفس العميق، وأهم مهارة في المهارات كلها وهي مهارة مقاومة الفساد. وبكده يكون كيم جاهز من المهارات الأساسية اللي محتاجها في القتال. الأنفذ المتحول ما بيدوهوش أي فرصة للراحة وبيهجم على كيم بكل سرعته، أما كيم فبيفضل واقف مكانه وبيستعد للتصدي لهجمته والرد عليها، وعلشان كده بيستخدم مهارة القوة على السلاح بتاعه، والمهارة دي بتزيد قوته ل10 أضعاف. وكيم بكل ما يملك من عضلات في جسده بيضرب الوحش وبيطيره لبعيد، وطبعا بيكون فرحان جدا لأنه قدر يهزم الوحش اللي كان هيقضي عليه. ولكن سرعان ما الوحش بيقوم من مكانه بيستعد للهجوم على كيم. كيم كل ملامح الفرحة اللي كانت على وشه بتتحول لصرخات غير مسموعة. بيقف مكانه بس المرة دي ما بيستعدش ولا حاجة، هو بيقول ربنا يسترها عليا وما موتش. المشكلة ان اثناء ما الانفذ بيتدحرج وعلى وشك الهجوم عليه بيخبط في حجر واللي بيخليه يقفز في السماء بسرعة مجنونة. اما كيم فبيفضل واقف مكانه وماسك سلاحه وبيستعد علشان يقول الشهادتين. في ثواني معدودة بيكون الانفذ نزل على كيم ودمر المكان بالكامل. بعدها بيتراجع الانفذ وهو في اقصى درجات الغضب، بس سرعان ما بيتفاجئ الانفذ لان كيم لسه عايش، وده بسبب مهارة قوة التحمل واللي بتزيد الدفاع بتاع كيم ب10 أضعاف. بنرجع لكيم اللي بيصرخ في الوحش وبيقول له انه رغم استخدم مهارة قوة التحمل الا ان ضربته وجعته جدا. رغم كل ده كيم بيهاجم الوحش بكل قوته لانه عارف انه لو وقف هجوم فهو هيموت في نفس اللحظة. بنشوف كيم وهو بيهجم على الوحش بضربات متتالية ومتفجرة، ولكن مرة واحدة اشواك الوحش بتبدأ في التحرك من مكانها وبتنطلق لإصابة كيم. فجأة الوحش بيجن جنونه وبيرشق كيم بالمئات من الأشواك الثاقبة. كيم بيترمي في الأرض وهو مصاب في كل مكان من جسمه، ومع كل الإصابات دي إلا إنه ما بيستسلمش. كيم بيقوم من مكانه مرة واحدة وبيندفع للهجوم على الوحش بكل شجاعة، ولكن الصدمة إن كيم بينصاب ودماؤه بتنزف على الأرض. بنشوف إيد كيم اللي كان بيهاجم بيها الوحش وبنكتشف إن هي اتكسرت وتحولت لأشلاء. الوحش المتحول اللي ما عندوش أي رحمة بيطلق أشواكه على إيد كيم مرة تانية. إيد كيم كلها بتنفجر وبتتحول ل100 حتة، وكيم بيكون في قمة الألم وبيقدرش يتحمل وبيقع على الأرض. في نفس اللحظة الوحش بيكون بيستعد علشان يسدد الضربة القاضية لكيم. كيم عيونه بتدمع من كمية الألم اللي بيشعر بيها، وبيدرك إن خلاص دي نهايته، وإنه كان مستحيل يفوز بشخصية المحارب كيم الضعيفة. الوحش بيسدد ضربته القوية على كيم واللي بتدمر الأرض حرفيا. بنرجع للماضي وبنشوف كيم أيام ما كان بيلعب اللعبة. وقتها كان سعيد جدا بشخصية المحارب كيم، لأنه مهما اتصاب في العديد من المعارك إلا إنه كان بيكسب في النهاية. وبيدرك إنه في الماضي ما تخيلش الآلام اللي شخصيته كانت بتتحملها من الإصابات، وإنه كان بيخلي الشخصية بتاعته تتدرب على أصعب التدريبات بحجة إن هي كانت بتقوي من مستواها. ولكن هو حاليا اكتشف إن الحصول على مهارة متوسطة بتحتاج لكم كبير من الألم والمعاناة. بنرجع للحاضر وبنشوف كيم اللي قدر يتصدى لضربة الأنفذ المتحول بشكل أسطوري. ومش بس كده، لا ده كمان بيوجه للأنفذ المتحول ضربة قوية بتطيره في الجو. وبنكتشف ان بسبب كل العذاب والألم اللي كان بيمر بيه فهو حصل على مهارة جديدة واللي هي العضلات المتحولة. وبنعرف من بطلنا كيم ان كل اللي حصل ده كان خطته من البداية، وانه كان بيسعى للحصول على المهارة دي. بيقوم الوحش وبيهجم على كيم مرة تانية وبيحاول يصيبه، ولكن ده في أحلامك لأن خلاص دلوقتي قوة كيم بقت متعادلة مع الوحش. بل بالعكس كيم دلوقتي بقى أقوى من الوحش لأنه بيقدر يتصدى لقوته وبيسدد له العديد من الضربات المتفجرة. وسط ما الوحش عمال بيتضرب واخد على عينه، فجأة جسمه بيكبر مرة تانية وبيهجم على كيم. والصدمة ان الوحش قوته بيكون اقوى من كيم وبيصيبه باصابات مميتة. بيدرك كيم اللي مصاب بالجروح في كل مكان ان الوحش ما كانش بيستخدم قوته النهائية من البداية، وانه كان بيتلاعب بيه. ولكن بسبب مفاجأة الوحش لكيم، فكيم بيحصل على مهارة جديدة وهي مهارة الجسد المتحول. بيقوم كيم بعد ما كل جروحه شفيت وجسده بقى اكبر من الاول هو كمان. بيبص كيم للوحش وبيشكره وهو بيضحك، وبيقول انه قوته عمالة بتزيد بسبب هجماته المميتة. في لمح البصر بيندفع كيم ناحية الوحش، ولكن المرة دي الوحش بيقدر يتصدى ليه لانهم يعتبر في نفس المستوى من القوة. على الجانب التاني بيقوم القائد الغزال اللي كان نايم من اول المعركة، وما بيكونش فايق وبيقول ايه اللي بيحصل وايه الصداع اللي في المكان ده، ولكنه بيصحى على منظر مرعب من الضربات الساحقة المتبادلة بين كيم والوحش. قائد الفريق ما بيصدقش اللي عينه شايفاه وبيفضل فاتح بقه 100 متر قدام، وبيقول هو كيم انسان خارق ولا ايه؟ ازاي نجح في التصدي لوحش متحول لوحده؟
وبما ان قوة كل من كيم والوحش جبارة ولا توصف، بسببها الاتنين بيندفعوا للخلف وبيقعوا على الارض. بنروح لكيم اللي بيكون واقع على الارض وبيقول ان هزيمة الوحش ده مش سهلة خالص، وان على الرغم من ان حجمه زاد وبقى في نفس حجم الوحش، الا ان ده مع الوقت هيبقى عيب مش ميزة. اما الوحش فبيسيطر عليه الغضب وبيبدأ في الصراخ. كيم بيقول ان اللي هيعمله بعد كده هيكون خطير جدا، ولكنه ما عندوش اي خيار تاني. والصدمة ان الشيء الخطير اللي كيم هيعمله انه بيمسح المهارة الوحيدة اللي بتسمح له يفضل بشري لحد اللحظة. بيمسح كيم مهارة مقاومة الفساد والتلوث، وبيقرر ان هو لازم يؤمن بقدراته وبنفسه. في نفس الثانية كيم بيبدأ يتحول لوحش هو كمان، وبيكون شكله مخيف جدا لدرجة ان قائد الفريق بيكون مرعوب جدا. وبعد ما كيم يتحول لوحش بيستخدم مهارة غريبة وبيطلق شعاع من بقه، والشعاع القاتل ده بيمحو الوحش نهائيا والى الابد. بعدها قائد الفريق بيبص على كيم وبيقول هو ايه اللي بيحصل؟ ازاي كيم بقى وحش متحول اثناء ما كان بيحارب واحد من الوحوش المتحولة؟ كيم الوحش المتحول بيبدأ في الصراخ وبيكون على وشك الهجوم على قائد الفريق، واللي طبعا بيكون حالته حالة وقلبه قرب يقف من الصدمة. فهل كيم بعد ما بقى متحول ومتوحش بالشكل ده هيقدر يرجع لإنسان عادي، ولا بالتحول اللي هو فيه ومهاراته هيدمر الدنيا؟ كل ده عاوزك تخمنه وتكتبه في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، ويلا سلام.